بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نستمر في درسنا الأسبوعي الذي نقدمه في كل يوم الثلاثاء أسبوعيا في هذا الكتاب المبارك. يا طالب العلم، كيف تحفظ، كيف تقرأ، كيف تفهم؟ ويليها طالب العلم بين الترتيب والفوضوية، لعبد العزيز بن محمد بن عبد الله السدحان حفظه الله، آمين. وهذا هو الدرس 20. كما رتبنا مثل هذا اليوم نقدم الدرس بالعربي. دعني أن أعطيكم المثال لتستكمل الفائدة. مثلا إذا درسنا درس الأول، درس الثاني، درس الثالث، درس الرابع، مثلا إذا كان درسنا درس الخامس نقدم الدرس الخامس بالعربي، أما درس السادس بالمحلي، الدرس السابع بالمحلي، الثامن بالمحلي، التاسع بلغة المحلية. أما الدرس العاشر نقدمه بماذا؟ نقدمه بالعربي. وهذا كهذا. مثلا درس 20 نقدمه بالعربي، 15 نقدمه بالعربي، 30 في كل دروسنا إن شاء الله. في كل دروسنا على هذا تجري قائدتنا. ونحن في باب كيف تحفظ، وفيه 13 مسألة. شرحنا مسألتين، بقي لنا 9 أمور، ونحن الآن في الشيء الثالث أو في الشيء الثالث أو في مسألة الثالث. ما هي؟ اختيار القدر المناسب من المتن المراد حفظه أو الشرح المراد قراءته. بعض طلاب العلم يبتدئ في حفظ متن مطول فيضعف عنه فيصاب بنوع من الفتور والخمول، وقد يصل ذلك إلى اليأس وترك العلم. نستمر ولا شك أن هذا من المغالطة، ما يحتاج أن يتذكر عليه بالرجوع إلى درس 19. شرحنا تلك القضية، ونحن في قضية ولا شك أن هذا من المغالطة حقيقة. عدم اختيار المتن المناسب أو عدم اختيار الشرح المراد قراءته، قال المعلم لا شك أن هذا من المغالطة. عليك باستشارة طلاب العلم أو معلمك أو من تقرأ عنده. أما إذا فقط ذهبت إلى السوق واشتريت
كتاب الذي تحب، وهذا شيء ليس بصحيح. هذا ما قصده شيخنا من المغالطة. فالعلم كما قال سلفنا لا يؤتيك بعده حتى تؤتيه كلك، أي العلم ما يؤتيك بعده حتى تؤتيه كلك. مثلا إذا صرت أنت 100%، والعلم أيضا صار 100%، إذا أعطيت للعلم في 50%، ما يعطيك العلم أي شيء. أما إذا أعطيت للعلم كلك مثلا 100%، يعطيك نصفه، يعطيك 40 أو 50%. هذا ما قصده الشيخ هنا، إذا لا يؤتيك بعده حتى تؤتيه كلك. والعلم كما قال الزهري أودية، فمن تخبط فيها هلك، أي من وقع في العلم بدون ترتيب يهلك. العلم كما قال الزهري أودية، من تخبط فيها هلك، أي من وقع في العلم بغير ترتيب وتعنن يهلك. لكن إذا أخذ شعبا، أي إذا أخذ العلم شيئا فشيئا، علم وعمل وتعلم. هنا عندنا 3 أشياء. الشيء الأول هو المهم، علم، والشيء الذي يتبعه عمل، والشيء الذي يتبع العمل هو تعلم، أي العلم الذي استفدت منه عليك بتعليمه، إما لصغار إخوانك، إما لكبارهم، إما لزوجك، إما لإخوانك. الأخوة إما يكون إخوانك المسلمون وما أشبههم. فالشاهد هنا المعلم الشيخ الشاهد في قضيتنا المسألة الثالثة، اختيار القدر المناسب. خلاصتنا هنا، اختر قدرا مناسبا ولو كان يسيرا. عليك باختيار القدر المناسب ولو كان ذلك القدر يسيرا، يكون صغيرا ليس بكبير الحجم. ولهذا بعض طلاب العلم يأتي له همة عالية فيبتدئ في متن مطول أو شرح طويل. بعض الطلاب يبتدعون طلب العلم أو بمتن مطول، أو يبتدئ في شرح قراءة طويل، فإذا حفظ كثرت أغلاطه. إما حفظ يكثر ماذا؟ يكثر أغلاطه في القراءة، يكون أغلاطه سواء في إسقاط جملة، إما يكون سقط جملة، فمثلا يريد أن يحفظ شيء، يغلط ويسقط بعض الجمل، أو تبديل جملة، أو يبدل أماكن الجمل. إما يكون للتقديم أو للتأخير وما شابه ذلك. أو خطأ لغوي، أو يخطئ في اللغة. أو نحوي، إما يخطئ في النحو. وكذلك لو قرأ الشرح المطول فلم يفهم كثيرا. نعم، إما لم يغلط، أو لم يبدل جملة، أو
لم يخطأ خطأ لغويا أو خطأ نحويا. إذا لم يفعل تلك كلهم، لو قرأ الشرح ما يفهم الشرح كثيرا. لماذا؟ لأن الشرح ما يناسبه. ما يفهم الشرح كثيرا. لما؟ لأن الشرح ما يناسبه. مما قرأ قد يصاب بنوع من الإحباط، أي مما يقرأ في الشرح يصاب بنوع من الإحباط، بنوع من الفهم. لكن لو أخذ متنا قصيرا أو شرحا قصيرا وجزأه، لكن لو أخذ متنا قصيرا أو شرحا قصيرا وجزأه كما سيأتي بيانه، لوجد أن ذلك التحصيل اليسير يدفعه إلى استمرارية حتى يكون الحفظ والفهم أمرا مألوفا. لو أخذ متنا يسيرا، هذا يدفعه للاستمرارية حتى يكون الحفظ والفهم عنده أمرا مألوفا. وهذا هو آخر هذه المسألة الثالثة. خلاصة قراءتنا اليوم ماذا؟ اختيار القدر المناسب أو المتن الذي تريد قراءته، أو الشرح الذي تريد قراءته، أو المتن الذي تريد حفظه، أو الشرح الذي تريد قراءته. عليك باختيار القدر المناسب من ذلك. عليك باستشارة طلاب العلم من زملائك أو لعلمائك. نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله.